نصيحة لوجه الله، اما تشوف اي حد عامل تورته او عامل فراخ زي ما انا هعمل دلوقتي او اي حاجة في علب الصاج بتاعة السمنة دي، ما تعملهوش، ما تعمليش بجد، ما تعمليش. لان انا شفت واحدة عاملة تورته باظت منها برضو في علب السمنة دي الفاضية. عملت اللانشون، مش تعرفيش تطلعيه بسهولة الا بكيس بلاستيك جوه او كيس حراري، فتكلفة على الفاضي. فليه؟ ملوش لازمة خالص ان انت تتابعي نفسك وتعمليها في الصفيحة بتاعة السمنة. هنبدأ بقى الفيديو مع بعض كده. انا حبيت اقول النصيحة في الاول، احرق الفيديو في الاول كده عشان تستفادي. انا ما بحبش ضرر لحد، وقناتي انا بعمل فيها كل حاجة بصدق. الحاجة الوحشة بقول ان هي وحشة، الحاجة الحلوة بقول ان هي حلوة، الحاجة المتوسطة بقول ان هي متوسطة. عشان حرام حرام بجد الناس تتكلف على الفاضي وفي الاخر تتعب كده والحاجة ما تتاكلش او الحاجة ما تبقاش حلوة. هتحطي بقى البهارات اللي انت عاوزاها، كل الحاجات دي هتتفرم تمام. وهتحطي برضو البيض زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده، فلفل وكمون وملح وبصل بودرة وتوم بودرة وبابريكا مدخنة حلوة قوي. كل المكونات اللي حضراتكم شفتوها دي نشا يا جماعة، نص كوباية نشا على كوباية دقيق. كل ده برضه هيتفرم في الكبة معانا. وطبعا شفتوا البهارات معايا كان فيها الملح وفيها كل حاجة. هنجيب بقى ايه علبة السمنة كده وهنحط فيها كل المكونات اللي احنا فرمناها، وهتحطيها في حلة تحتها مية، فيها مية، وهتغطيها وهتستوي بالمنظر ده. بس شوفي بقى الغلطة بقى هنا، طبعا ما حطيتهاش في كيس، ما طلعش بسرعة، حتى لو الكيس هيتقطع برضه مش هيبقى حلو. الأحسن حاجة نعملها بالطريقة التقليدية بتاعتنا. تعبت فيها طبعا عما طلعت اللانشون الفراخ، بصراحة كان صعب جدا. عملته بالنص كده وفتحته من الجنب كده بالسكينة وطلعت طبعا اللانشون الفراخ. هو طعمه جميل جدا وطعمه حلو جدا ومكوناته مظبوطة. بس الغلطة هنا ان احنا مش كل حاجة نشوفها نقلدها بأمانة. انا كنت شايفاه فيديو ده على ملايين المشاهدات وناس كتير جربوه، بس بصراحة ما حدش قال الحقيقة، مهوش حلو خالص. هيتعبك اولا في التسوية وكل شوية تطمني وتحط مية، وهياخد وقت جامد جامد عما يستوى في العلبة ديت، علبة الصاج وتحتها المية في صينية. فملوش اي لازمة خالص. نعملها بالطريقة اللي احنا عارفينها بالورق ونلفها وخلاص وتاخد النار زي اللانشون العادي اللي احنا بنعمله على طول. انا حبيت اقول لكم بجد ما تتعبوش نفسكم، ومش كل حاجة تشوفوها بجد تعملوها، لان مش فيش حد بيقول الصدق والكلام الكامل تمام. فانا بقول لكم انا جايه لكم وبقول لكم بلاش تعملوا اي حاجه في علب صاج، علب السمنه ارموها وخلاص، مفيش لها اي استفاده. وشكرا ليكم، تابعت الفيديو من اوله لاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله.